دخول لاعبين الى ارضيه الملعب في متمنيات وفي حب لرؤيه الفريق المغرب الرياضي الفاس اليوم متوجا وايضا بطلا لهذه التظاهره. هي الثانيه بعد دوري ابطال افريقيا، ولكن مهمه لكل الانديه التي تطمح لان تكون حاضره متوجه. طبعا اليوم سنتابع هذه المباراه بالقمصان الصفراء المغرب الرياضي الفاسي والقمصان الحمراء المخططه بالاحمر من جانب فريق النادي الافريقي. طبعا أقدم التشكيل الخاص للفريقين، التشكيل الخاص للفريقين. وهنا توقفت الكلمات، هنا اختلطت العبارات، هنا امتزجت الرغبات. جمهور فتان، جمهور فنان، جمهور صانع للفرجة ومحقق للأحلام. أحسنتم ووفيتم وأبدعتم يا أبناء فاس، فلكم الكلمة ولكم التعبير في هذا اليوم التاريخي والكبير. عنونوها هم وكتبوها بالبند العريض، قالوها بصريح العبارة: القلعة الصفراء تغزو القارة السمراء. اليوم نتابع صورة معبرة لجماهير مدينة فاس. الله على روعة الجمهور الفاسي وحلاوة الجمهور المغربي. أقنعتمونا أمام الأسود بويلكم باك، ودهشتمونا أمام الترجي بالوينرز وأطيافو، واليوم الدور عليكم يا فتى تيغز وكل الألترات الفاسية. صور غاية في الروعة، صور تأتيكم مباشرة من هنا من مدينة فاس. أحسنوا هذه الدخلة الجميلة، هذا التيف الممتاز، هذه البدلة التي تكتسي كل المشاهدين، كل المتفرجين، كل الحاضرين هنا بمدرجات ملعب مدينة فاس. صورة غنية عن كل تعليق، حضور جماهيري كبير، أكثر من 45 ألف مناصر ومشجع حضروا اليوم، أتوا اليوم لمناصرة الصفر، لمتابعة النمور الصفر في مباراة مهمة، وهي مباراة نهائية، هي مباراة للتتويج لرفع الكاس هنا بمدينة فاس، المدينة العريقة.